السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين في كل العالم، أهلا وسهلا بكم على قناة كوكب الفتنس والأكشن. النهاردة ده فيديو مهم جدا، والفيديو ده هيفضل معاك، ولو ركزت فيه هتفهم يعني إيه الفصل اللي احنا داخلين عليه، وهو فصل الشتاء اللي فيه الكسل والاكتئاب وقلة التمرين. تعالى بقى أديك شوية معلومات حط في دماغك. بص يا جماعة، مشكلة كبيرة عند ناس كتيرة إن فصل الشتاء أول ما بيدخل التمرين بيطلع من الحساب، برد وكسل ونوم كتير والبطانية تبقى أقوى من الجيم. بس الحقيقة إن الشتاء مش عدو التمرين، الشتاء صديق الجسم لو فهمنا صح. أول حاجة، ليه الناس بتكسل في فصل الشتاء؟ عشان الجسم بطبيعته بيحب الدفء وبيطلب نوم أكتر، فالمخ يديك إشارة كسل. بس ده مش معنى إنك توقف تمرينك، ده معنى إنك تنظم تمرينك. تعالى بقى نشوف أضرار قلة التمرين في فصل الشتاء. وزن يزيد بسهولة، عضلاتك تنشف وتضعف، مناعة تقل، مزاجك متعكر واكتئاب وكسل عام. طيب إيه بقى فوائد التمرين في فصل الشتاء؟ بيقوي المناعة بشكل كبير، وبيساعد الجسم يسخن طبيعي، بيحافظ على الوزن، بيخلي النوم مظبوط وأحسن، وبيطلع طاقة إيجابية تخليك صاحي ومركز. والأهم من ده كله، فصل الشتاء هو اللي بيرتب الجسم. لو اتمرنت صح هتحرق دهون أكتر، تبني عضلات أنضف، وتدخل الصيف وأنت جاهز. مش بتبدأ بقى من الصفر، مش مطلوب منك تمرين تقيل قوي، لأ، من 30 إلى 45 دقيقة كافيين، بس الاستمرارية هي السر. الخلاصة من ده كله، اللي بيكسب في الشتاء هو اللي بيقاوم الكسل، واللي بيخسر هو اللي ينسى الصيف جاي عشان يحاركه. خليك فاكر، الشتاء مش وقت راحة، الشتاء وقت إعداد. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونشوفكم على خير. والناس اللي أول مرة تسمع الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو وتدعمنا بلايك حلو. هو حد كسل بقى في الشتاء؟ لأن الشتاء سلبي للجسم. اتمرن في الشتاء. سلام.